نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. لقجع ينفذ طلب الركراكي ويظهر حنكته برد تاريخي على مدرب تنزانيا الجزائري بشكل جعله قريبا جدا من خسارة منصبه. هو فوزي لقجع، ولمن لا يعرفه فافتعال مشكلة معه في الوقت الحالي لا يبدو قرارا جيدا أبدا في الآونة الأخيرة، ولكم في القصة التي سنحكيها لكم اليوم خير مثال. ونهاية كانت صادمة تماما لمن تجرأ مؤخرا على استفزازه والاتحاد المغربي بكلمات قوية ظنا منه أنه سينال من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل أن يجد نفسه في موقف سيء جدا، ليس أمام إفريقيا فحسب بل أمام العالم بأسره. فما القصة بالضبط؟ لعل جلكم سمع أو قرأ التصريحات الصادمة والمستفزة من مدرب خصم المغرب عادل عمروش تجاه فوزي لقجع والجامعة الملكية المغربية حين اتهم إياهم بالكولسة والتحكم في الكرة الإفريقية والقيام بالخيارات التي تحلو لهم في القارة السمراء. ففي برنامج جزائري قال: المغرب لم أخسر أمامهم بالكرة، المغرب هو من يتحكم في كرة القدم في إفريقيا، وهو من يقرر كل شيء هنا. لقد قرروا حتى التوقيت الذي لعبوا فيه مباراتهم ضدنا. كنت أريد أن أخوض المباراة على الساعة 2 زوالا، لكنهم قرروا اللعب على الساعة 10 ليلا أو 8 وحصلوا على ما أرادوا. لقد اختاروا الحكم الذي سيدير اللقاء أيضا. هم الآن يتحكمون في كل شيء ولا نملك سوى التسليم لذلك والسير وراءهم، لا يمكننا القيام بشيء حال الكولسة. تلك التصريحات والاتهامات الخطيرة لاقت ردا واضحا وصريحا من وليد الركراكي الذي رفض الدخول في القصة، بل طالب رئيسه فوزي لقجع بالقيام بذلك. استمعوا هنا لتصريحاته. À la deuxième question, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me... On m'a rapporté les trajets, on n'a pas le temps. حنا كمدربين ولا كلاعبين نضيعوا الوقت في هادشي. On est concentré à 200% في لو ماتش. انا غير على الكرة اللي غيترا برا الكرة كنخلي الجامعة ولا المسيرين ديالنا. دقائق بعد طلب الركراكي لذلك حصل في الأمور أمور، ولبى فوزي لقجع رغبات مدربه على وجه السرعة بشكل أثار استغراب الكثيرين. وهل تعرفون ما الذي حصل؟ لا، لم يقل لقجع أي كلمة على الإطلاق، بل إن رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاسكاريا والذي يعد صديقا مقربا لفوزي لقجع خرج بنفسه ليقول الآتي: نحن لا نعلم التصريحات التي قدمها مدربنا عادل عمروش، حيث اتهم المغرب بالسيطرة على كرة القدم الإفريقية واختيار حكام المباريات التي تجري لصالحهم. نحن ندين هذا التصريح بشدة لأننا نحترم المغرب على جهوده المستمرة في تطوير كرة القدم، وسنتخذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا التصريح غير المسؤول والذي يحمل طابع الإهانة والاستفزاز. تصريحات ولاس تظهر بشكل جلي أنه سيتخذ إجراءات في حق مدربه، والذي قد لا يطيل المكوث كمدرب لتنزانيا بعد البطولة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.